السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، اليوم تفكرت كده، ظللت أتأمل مع نفسي كيف أكون في هذا اليوم أسعد إنسان على وجه الأرض. مين هو اللي أسعد؟ البعض يقول أسعد إنسان على وجه الأرض الذي يمتلك أغلى سيارة في العالم. طيب وأغلى سيارة في العالم هل هو فعلا هتمكث معه أبد الآباد؟ ولا هو أساسا مدة يسيرة ويستمتع بالسيارة ثم يتركها؟ طيب اسعد انسان في الدنيا واسعد واحد فعلا في الدنيا وعايش بالسعاده اللي يكون معاه اجمل قصر في العالم. طب ما شويه هو هيسيب القصر ده وسيرحل عن هذا القصر. والانسان اذا كان يملك شيئا جميلا جدا ثم يعلم بعد ذلك انه سيتركه، مما لا شك انه يحزن حزنا يحزن حزنا شديدا لفقد لفقد الترك اساسا فعلا انه سيترك هذا الشيء. طب الانسان اساسا اسعد انسان في الدنيا واسعد انسان في العالم عشان معه من الاموال، معه من المليارات الدولارات، الشيء الكثير الذي سينفق به حياته. طبعا مما لا شك ان هذا قد يكون ماشي، ليس هذا السعاده، لان المال يذهب وياتي، والانسان مما لا شك انه يوما ما سيترك هذا المال. طيب الانسان عنده اموال وعنده كذا وعنده، هل بهذا يكون سعادة؟ لا، لان الانسان سيترك هذا. طيب كيف، قلت لنفسي كده، كيف يكون اسعد انسان على وجه الدنيا وكلما مر علي هم، وكلما مر علي حزن، كلما مر علي ألم، تذكرت فعلا هذا جيدا. حديث في صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده. الله بكماله، بجلاله، بكبريائه، بعظمته يفرح بتوبة عبده. يعني أنا التوبة قد يكون أنا الإنسان يقع في الذنب ويتوب منه، يعني أنا إذا تبت من ذنوبي الله عز وجل في عليائه سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يفرح بهذا بي أشد الفرح إذا رجعت إليه وإذا تبت إليه. نعم أيها الأخ الكريم، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا، الله أشد فرحا بتوبة عبده. الله جل جلاله الذي إذا تكلم في السماء ويسمعه جبريل يخشى عليه، ثم تريليونات الملائكة يخشى عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا لجبريل عليه السلام: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق وهو العلي الكبير. هؤلاء من شدة مخافتهم لله سبحانه وتعالى ومن شدة وجلهم ومن شدة فزعهم هيبة لله عز وجل، هذا العلي العظيم، هذا الكبير سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه يفرح بك أنت يا عبد الله. إذا أنا ما أريد أن أنال هذا الشرف وأريد